وصيتي لكم يا إخواني حيا وميتا كونوا من دعاة التأليف بين القلوب، ولا تكونوا من الدعاة الذين يسوءهم إذا رأوا المسلمين متآلفين متكاتفين متعاضدين، فيكونوا شرارة توقد نارا عظيمة من الفرقة والانقسام في الإسلام. وأنا أرى والله أعلم أن الطعن في العلماء ما بين تبديع وتفسيق وتخوين هذا من نفخة الشيطان ومن تحريشه، فلا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى هذه الطائفة التي تفضي إلى تبديع العلماء وإلى إنكار جهودهم وإلى تخوينهم وإلى وضع علامات الاستفهام عليهم أو كتابة التقارير للدولة فيهم ظلما وعدوانا. إنما هؤلاء جنى منهم الصف الإسلامي الفرقة. أي أخوة بالله فعلوها؟ أي تآلف حققوه على أرض الواقع؟ لا نعرف انقساما في الصف الإسلامي كانقسامه بعد خروج هذه الطائفة، حتى إنهم صاروا يتتبعون المشايخ في بلاد الكفر أصالة، وهذا والله مخالف لقول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة، ومخالف لقول عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الطائفة لا تريد الأمة أن تكون أمة واحدة، ولا تريد من الدعاة وأهل الإسلام أن يكونوا طائفة واحدة. فأعظم عدو عندهم الجسد الواحد والبنيان الواحد، فهم يريدون أن يقتلوا هذا الجسد وأن يدمروا هذا البنيان ويفتتوا لبناته خدمة لأجندة الصهاينة والغرب الكافر. فالشيطان استجراهم على بعثرة الصف الإسلامي. نسأل الله أن يعصم قلوبنا وألسنتنا من التفريق بين مسلمين. أي والله.